على سلامتكم. طاولة رمضان 2 إن شاء الله ربي كما أطعمنا يطعم جميع فلسطين يا رب. أول حاجة بديت بالخبز باش نحط الكل سميد لفقدان الفارينة. حتى سميد زادا يجي بنين. غاديكا حضرنا شوفريت للبريك وهوني بنتي تعمل في السفنارية للسلطة. حطيت شوية زيت زيتونة والخبز كنت شاركته معكم قبل دونك تعرفوه. باش نحطو يتعجن ونخليه يخمر. حبيت نحط له شوية زبدة تبنو. قطعنا السفنارية عشان نحطها تغلي في الماء، وهوني حضرت في الطنجرة الطماطم المعجونة وفلفل العجين والحيمات باش نعملو سلطة. عفوا شوربة مفورة دهنتها بالزيت مع وفوحتها ملح فلفل كحل وكركم. دوب يغلي تغلي الصوص بعد ما قليت اللحم في البصل وفي الطماطم والفلفل. باش نفوحو ساعة ونمرق. دوب يغلي تغلي المرقة نحط الكسكس يفور. هوني سايي طابت السفنارية باش نرفسها كيف ما قاعدين تشوفوا ديما. عملوا فرقيطة ولا الآلة هذية الحق تجيبها باهية، ما ترحيوهيش في الروبو تجي خايبة راهو. بعد باش نفوحها لكم. أساس الفاح سلطة أمك حورية هي الهريسة العربي والثوم. دونك أنا خذيت في المهريس مغيرفة هريسة عربي، مغيرفة ثوم، باش نهرسهم مع شوية ملح باش تداخل النكهات الكل مع بعضها. باش نفوح السفنارية الطايبة مع شوية فلفل كحل خلطه بالكدا، وبعد نحط شوية زيت زيتونة وهكا تكون السلطة حاضرة. هوني باش نصوتي شوية الشوفريت فوحتها فلفل كحل وملح هكاهو. انا نحب هيك الفاح هكاهو يجي بنين على الاخر. هذاك الفرس البريك وسقطت الخضرة في المقفول، حطيت الشوربة تعمل الفلفل هذاك في اخر حاجة. هوني السلطة صايي حضرت، زينوها بشوية تون شوية كبار ولا شوية زيتون. الخبز باش نقسمه دي بول وباش نحطه يخمر شوية اخر وبعد نطيبه في الفور على أعلى درجة حرارة. الفور يجعل من فوق ومن لوطة وعينكم ديما عليه. تحبوه ناضج خليوه، تحبوه نخليوه على درجة حرارة عالية، تحبوه طري نقصوا في درجة الحرارة من اللون ومن بعد عليو عليه كاو شكلوا الخبيزات كيف ما تحبوا. هوني فارس البريك صايي في الدرجين الاخرانيين نقليه كان سهل ربي. ولا الشوربة باش نسقيها غاديكا. الخبز هوني طاب صايي هاكا. عندي في العائلة شكون يحب الطري وشكون يحبو ناضج. هوني للسهرية كان عشنا باش نعملو جرجلانية. تابعونا هذه الشوربة ان شاء الله يعجبكم. في الامان.